تعتبر روسيا من الدول الجاذبه للطلاب، لان فيها عدد كبير جدا من الطلاب الاجانب اللي بيدرسوا فيها، اللي بيكونوا من كذا دوله، من ضمنهم الدول العربيه والدول اللاتينيه والصين والدول الافريقيه. يا ترى ليه كل الطلاب دول بييجوا روسيا؟ ويا ترى عايشين هنا ازاي؟ وهل هم مرتاحين هنا في روسيا؟ ممكن تكون روسيا المكان الافضل، ولا في مكان تاني مناسب؟ ولو في مكان افضل فهيكون فين؟ وما تنساش ايه اخبار روسيا بعد الحرب مع اوكرانيا. كل دوت في الفيديو بتاع النهارده. تابع الفيديو لحد الاخر، فيه معلومات مهمه جدا هتفيد لكل طالب بيحاول يقدم لروسيا وبيحاول يجي روسيا. يا ترى ليه كل الطلاب دول بيجوا روسيا؟ هقول لك. روسيا تعتبر مساحتها كبيره جدا من حيث المساحه وعدد السكان، فيقدر ارضها 17 مليون كيلو متر مربع. هقول لك ممكن تبقى ازاي. روسيا واحده تعادل 17 مصر، او روسيا واحده تساوي 8.5 من حجم السعوديه، او 21 مره تركيا، او 2 امريكا. فتعتبر روسيا مساحتها كبيره جدا مقارنه بعدد السكان اللي مهما تكاثروا مش هيقدروا يغطوا كل المساحه دي. بس برضو ليه روسيا وليه كل الطلاب دول موجودين هنا؟ هقول لك. روسيا تعتبر من انسب الدول في الدراسه، ودوت لثلاث اسباب. السبب الاول سهوله الحصول على الفيزا. السبب الثاني رخص المعيشه والدراسه في روسيا مقارنه ببقيه الدول. الثالثه بدون مجموع في الثانويه العامه، يعني ممكن من 50 60 70 80% تقدر تخش هندسه، تخش طب، تقدر تخش تخصصات ادبيه زي اللغات. كل الحاجات دي متاحه لك وانت جايب مجموع قليل. صوره الحصول على الفيزا بتكون ازاي؟ بشكل بسيط جدا، انك بتكلم الجامعه وبتقول لهم ان انا عايز ادرس عندكم، بيردوا عليك بالموافقه. كل دوت عن طريق الايميلات، مش محتاج انك تيجي. بيوافقوا على القبول بتاعك، بيبعتوا لك قبول مبدئي اول حاجه، وبعد كده بيبعتوا لك دعوه دراسيه. بتستلم الدعوه، بتروح السفاره الروسيه تقدم لهم الدعوه ان انت مقبول في جامعه، وبتقدم لهم الباسبور، بيختموا لك عليه وبيحطوا لك الفيزا بتاعتهم، وتقدر تخش روسيا بكل اريحيه. اتنين، رخص المعيشه والدراسه بيها. ليه؟ لان الروبل مقارنه بالدولار سعره قليل. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في 1 دولار بيساوي 83 او 82 روبل في الايام اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. وقت الحرب كان الواحد دولار بيساوي 130 روبل و120 روبل. ده كان وقت الحرب عشان كان عليها عقوبات كتير. حاليا الموضوع بقى اهدى شويه، ودوت بيخلي المعيشه هنا رخيصه. يعني مثلا قول 200 دولار 170، كويس جدا 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 ليك كمعيشه في اكل وشرب. طبعا ده لو انت مش مدخن، ولو انت عايش في سكن الجامعه. الجامعات الروسيه تقريبا نفس الجامعات المصريه الخاصه، لان هي الجامعات المصريه الخاصه بيكون فيها شويه تنازل عن المجموع. الجامعات الروسيه بتتنازل خالص عن المجموع، لان انت في الاول وفي الاخير بتدرس بفلوسك. فانت عايز تخصص معين، ادفع الفلوس وخش. بس لو راجل سد، بمعنى ان انت ما كنتش جايب 50 60% وعايز تخش طب وتقول روسيا صعبه والدراسه فيها صعبه وانا بسقط وي وي وي. طبيعي انت اصلا مجموعك ما كانش مهيئك لحاجه زي كده. هم هنا بيوفروا موضوع المجموع دوت، لان اللي عايز يخش حاجه يخشها. هم مش بياخدوا مقياس الثانويه العامه دوت النتيجه بتاعتك على اساسها تخش. هم هنا بياخدوها لو انت متفوق بتاخد منحه من الدوله تدرس في الجامعه اللي انت عايزها من غير فلوس، ولو انت شويه بتخش امتحان وبتحاول تجتازه عشان تدرس بمبلغ اقل، او انك بتكون ضعيف خالص درجاتك تحت خالص فبتدرس على حسابك. العيشه هنا كذا نوع. تعال اقول لك الناس هنا عايشين ازاي. واحد، بتبقى عايش على بلدك ودي بتكون منحه. اتنين، بتكون عايش على اهلك، ده الاغلب. تلاته، بتكون عايش على نفسك، وده البعض. عايش على بلدك ودي بتكون منحه، الجامعه موفره لك كل المصاريف بتاعتك خلال فتره الدراسه، مصروف شهري، اكل وشرب وسكن طبعا بيكون تبع الجامعه. ما بتكونش موفره لك المنحه سكن خارجي، لا بيكون سكن تبع الجامعه. الثانيه، عايش على اهلك. شفت دور بلدك؟ اهلك هم اللي هيعملوا لك تاني بالظبط، لان اهلك هم بلدك. وانا هنا مش بترول، انا هنا بتكلم بجد. اهلك هم اللي هيبعتوا لك المصروف الشهري، هم اللي هيبعتوا لك اكلك وشربك، هم اللي هيبعتوا لك فلوس الدراسه، هم اللي هيبعتوا لك فلوس سكنك لو انت عايز تسكن في سكن خارجي. لو عايز تشتغل او كده بيبقى فيه شغل، ولكن لو قدرت توفر منه شغل منتظم كويس، وعشان ما تجيش على حاجه قصاد حاجه، ما تجيش مثلا على الشغل مقابل الدراسه او العكس، هتطلع مصروفك بشكل بسيط جدا. فاهلك هم في الغربه بلدك. ثلاثه، عايش على نفسك، وده حال البعض مش الكل، لان الموضوع بيبقى صعب. عايش على نفسك يعني بتشتغل من الشغل دوت، بتجيب اكلك وشربك وسكنك وفلوس الجامعه، لان الجامعه مش مجانا، الجامعه بتدفع لها فلوس. دوت حال النسبه الاقليه، مش ناس كتير جدا، لان الموضوع صعب. انك لو هتشتغل في بلد انت ما تعرفش عنها اي حاجه، حتى اللغه بتاعتهم صعبه ان تتعلمها على طول. والله موضوع مرتاحين ولا لا دوت بالنسبه للطلاب دي ترجع لكل واحد. في ناس حابين ان هم يطلعوا من بلدهم يشوفوا مستقبلهم، في ناس ثانيه جايين يضيعوا وقت، في ناس ثالثه لا عايزين دايما يبقوا جنب اهلهم، حد يخدمهم، حد يصرف عليهم، مش قادرين يشيلوا مسؤوليه. ودي حاجه بترجع لكل شخص، انت مالكش علاقه بيها. الشخص اللي ما يقدرش يشيل مسؤوليه هو في روسيا، والله لو سفرته بلطيم برضه هيبقى نفس الشخص. الفكره مش في روسيا، الفكره فيك انت. هل انت تعرف تسافر وتعتمد على نفسك ولا ما تعرفش؟ لو كده تعالوا نشوف راي احد الشباب هنا، صديق ليا معايا في نفس الجروب، بقاله هنا زيه كده تقريبا قرابه 3 سنين. فتعالوا نشوف رايه ايه في الموضوع. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ ايه الدنيا كويس؟ الحمد لله، والله نحمد الله على كل شيء. الحمد لله.
والله بخير اهو الحمد لله على كل حال. بقول لك يا اتش، بما ان كده بقالك فتره هنا يعني تقريبا دخل على 3 سنين، ايه رايك في روسيا كده بشكل عام؟ روسيا والله هي روسيا جميلة قوي في الصيف. الجو بيبقى حلو والبلد كلها خضراء وكده، أول حدايق وشجر كده، فبتبقى حلوة. إنما في الشتاء صعبة جدا. بيبقى عنده محاضرة، تخيل عندك محاضرة الساعة 8:30 الصبح وتمشي بدرجة حرارة سالب 30 وسالب 25. الجو بيبقى صعب جدا يعني. طيب وايه رايك في الدراسه هنا في روسيا بشكل عام؟ والله هي الدراسة، أنا كنت بدرس سوفت وير انجينيرنج في عين شمس. شايف الدراسة هنا أصعب من مصر شوية، بحكم أولا اللغة، ثاني حاجة اللي هنا كل حاجة بتبقى على نفسك. يعني في مصر كان بيبقى فيه ملخصات، الدكاترة بينزلوا ملخص المحاضرات على الواتساب، بيجيب ملازم مش عارف ايه، وإنما أنت هنا كل حاجة أنت اللي بتعملها بنفسك. فاهم ازاي؟ أنت لازم تقعد ورا الدكتور وتكتب المحاضرة وراه وكده. وبتجد برضو شوية صعوبات في اللغة الروسية طبعا، أنت عارف اللي هي صعبة شوية وكده، فلازم بتبذل مجهود اكثر من ممكن قبل ما تتخرج مثلا بترم ولا حاجه، لا قدر الله تشيل ماده ولا تشيل مادتين، تلاقي الجامعه بتقول لك انت مفصول وارجع بلدك وترجع تعيد من الاول. فالوضع اصعب من مصر شويه يعني. بس نتكلم كمعيشه وكده، مصر طبعا احسن من هنا. مصر انت عارف بلد اسلاميه وبتبقى في وسط اهلك وكده، انما هنا انت عارف بلد مش اسلاميه والاغراءات كتيره وكده، فلازم الواحد يبقى متمسك بدينه زياده عن اللزوم يعني. اكيد طبعا. هو موضوع الدين دوت يعني هيبقى صعب على الكل، مش بس روسيا، حتى معظم الدول الاوروبيه كلها يبقى الموضوع الدين دوت فيها صعب شويه. في الدول الاوروبيه فعلا، الدول الغير مسلمه فيها الحاجات دي زياده. ماشي، تسلم يا جميل، معلش انا ازعجناك. حبيبي يا عم، عيب عليك يا عم. الله يخليك حبيبي. يلا مع السلامه. طبعا زي ما انت شفتوا ده واحد من صحابي معايا في نفس الجروب نفس السنين. ايه رايك لما ناخد راي واحد بقاله 5 سنين هنا في روسيا ومتجوز روسيه؟ يلا بينا نشوف. يا رب يرد. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمور؟ ايه الاخبار؟ والله الحمد لله حبيبي، انت عامل ايه؟ والله بخير نشكر الله. سؤال كده في السريع يا عم الحاج، لو انت مش مشغول. لا فاضي حبيبي، اتفضل. انت ما شاء الله هنا بقالك مثلا بتاع 5 سنين كده في روسيا، وما شاء الله متجوز هنا ومقيم يعني خلاص، وجنسيه قريب ان شاء الله. باذن الله. ايه رايك كده في روسيا كده بشكل سريع؟ والله روسيا جميله الحمد لله، والدنيا جميله فيها كل حاجه. انت عارف انت قاعد معانا، فالدنيا حلوه الحمد لله. الجو دلوقتي كمان بالذات روعه، انا قاعد بتمشى اهو، فاهم؟ الجو دلوقتي بقى حلو، داخل الصيف شويه. انا بقول لك ايه، الناس مغرقين الشوارع. بس هي الفكره كلها عمر يعني شهرين ولا حاجه والصيف ده كله هيروح. بص، روسيا فيها ال4 فصول بتشوفهم بعينك بالظبط، حرفيا مش زي مصر. يعني مصر احنا ما بنشوفش الربيع زي هنا. هنا الربيع كل حاجه خضراء حرفيا، فاهمني؟ ايوه. الصيف حر بجد، والدنيا بتبقى جميله. الخريف بيبدا كل حاجه تقع وتشوف فعلا الشجر بقى في الارض والطين والبهدله، فاهم؟ بالفعل صح. والشتاء انت عارفه معدي عليه بقى، الدنيا كلها بتبقى ابيض في ابيض. صح والله، هو اكتر حاجه الشتاء. ما بيبقاش قوي يعني، بيبقى كويس، ما مستحمل بتشتري لك الجاكيت النظيف تتوكل يعني. طيب ايه رايك مثلا في الدراسه هنا، وهل شفت صعوبه ولا لا؟ انت ان شاء الله خلاص كلها 2-3 وتتخرج على خير. فاضل شهر يا حبيبي اتخرج. شهر ان شاء الله. ايه رايك في الدراسه كده؟ بص انا اقول لك على حاجه، مفيش حاجه اسمها دراسه سهله، عشان في اي حته في العالم، لا في مصر الدراسه دايما بتعتمد على اللي بيدرس، فاهمني؟ ايوه. يعني والله انت بتدرس وبتذاكر هتنجح، مش هتذاكر بتنجح، بس اللهم ان هنا الدنيا ايه، انت بتتعلم كل حاجه عملي بايدك. انا بتكلم عن مجالي انا كواحد بتاع برمجه او كاصحاب المهندسين بتوع المدني وبتاع الناس دي، بيعملوا كل حاجه بايديهم في الاغلب، فاهمني؟ موفرين لهم حاجات. انا واحد كنت بحضر محاضراتي وبشوف اللي بيتقال لي وبذاكره كده، لا بذاكر 24 ساعه. اللي بيتقال لي بذاكره. عملت حاجتك في الديدلاين وحضرت محاضراتك، الدكتوره عرفتك. طيب وايه السبب كده اللي خلاك تتجوز من هنا كده وتستقر خلاص، تثبت رجلك؟ والله يا صديقي انا حبيت البلد دي وحبيت اللغه بتاعتهم
بتاعتهم ومتعايش معاهم، وناس يعني انا لقيت نفسي هنا، فاهم؟ لقيت نفسي متعايش مع الشعب، انا حبيت الشعب ده. وبعدين قابلت مراتي وكانت بنت كويسه ويعني وعلى خلق وبتاع، ولقيت فيها العادي اللي هو اللي مستنيه من واحده تنفع كزوجه، فاهمني؟ وخرافه بقى ان البنات هتجري عليك اول ما تشوفك شاب عربي وهتترمي في حضنك والكلام ده. لا مفيش الكلام ده يا حبيبي. تيجي على دول بيجروا مننا يا بابا. بيجروا مننا. انت تحمد ربنا لو لقيت واحده تبص لك يا بابا. مفيش الكلام ده يا حبيبي. بس ففي ناس بوظت السمعه بتاعتنا، وفي ناس خليتها كويسه. كل واحد اهم حاجه يخاف على نفسه، يمشي بالقانون وما ينساش حاجه يعملها وما يطلعش مشاكل. ايوه فاهم. ماشي يا عمور، تسلم يا جميل، معلش ازعجناك معايا. ربنا يخليك. لا ولا يهمك يا حبيبي، لا ولا يهمك. مع السلامه. زي ما انت شفت عمر شاب مصري بقاله 5 سنين هنا في روسيا، خلاص هيتخرج كمان شهر، جوز روسيه ومقيم هنا ومستقر. زي ما انت شفت دلوقتي رايه بكل صراحه، فليك الحريه وليك انك تدور مره واثنين وثلاثه، ما تاخدش اي حد مقياس، دور مره واثنين لحد ما توصل للمعلومه بنفسك. السؤال الرابع، ممكن تكون روسيا المكان الافضل ولا في مكان تاني ممكن يكون انسب منها؟ من وجهة نظري المتواضعة ممكن تكون روسيا هي الانسب ولكن مش الافضل، في ممكن دول كتير افضل ولكن هي الانسب من حيث حاجات كتير. ولكن الحاجة المهمة اللي ما ذكرناش قبل كده هي موضوع الشعب. فانا حبيت الشعب ده. الشعب هنا مش عنصري، لا من حيث الدين ولا من حيث اللون ولا من حيث العرف. لقيت نفسي متعايش مع الشعب، مفيش حد فيهم بيتعنصر على التاني، كل واحد ليه حياته الخاصة. وده ممكن الموضوع يضايقك لما تيجي هنا. احنا عندنا في الدول العربيه التداخل شويه والترابط والموده والكلام ده، هنا حرفيا كل واحد في حاله، محدش ليه علاقه بالتاني. انا ما اعرفكش وعايش معاك في نفس السكن، مش هسلم عليك حتى لو انا ما اعرفكش، لان انا ما اعرفكش. انا عرفتك هتلاقي كل يوم والتاني بيجي لك تشربوا شاي مع بعض، بتطلعوا مع بعض، بتخشوا مع بعض. لو انا عرفتك وحبيتك وانت كمان حبيتني، لا الحياه هتبقى لطيفه. ولكن انا ما اعرفكش، مش هاجي اسلم عليك ولا هبدا اتعرف عليك الا اذا كان في هدف من الموضوع. فهم شعب مش عنصري، شعب مسالم، كل واحد في حاله، غير شعوب الدول الاوروبيه الباقيه ممكن عنده عنصريه من حيث الدين او من حيث اللون، انت اسمر وهو ابيض، او من حيث العرف. الشعب الروسي ما عندوش الكلام ده. السؤال الخامس، لو في مكان افضل ممكن يكون فين؟ لو في مكان افضل فعلا فده هيكون المكان المناسب ليك انت، مش المناسب لحد تاني، مناسب لاحتياجاتك ومناسب للمبالغ اللي هتصرفها. على الاقل ممكن تلاقي دول تانية زي امريكا مثلا او كندا او كده بتتكلم انجليزي ودي لغه الام ولغه العالم كله بيتكلمها، ولكن هل هي هتقبلك؟ هل انت هتقدر على المصاريف بتاعتها؟ دي حاجه ترجع لك. هل انها هيكون فيها عنصريه في الدين؟ كل الحاجات دي هتوقف عليك انت، ودوت على اساسها هتحدد ايه هي المكان الافضل والانسب ليك. فالشيء الافضل هو الشيء المناسب بالنسبه لي، هو الشيء اللي انا اقدر استمر فيه. من الحاجات المميزه كمان هنا في روسيا بالنسبه لموضوع الدين وبالنسبه لموضوع العنصريه، ان الديانه الاسلاميه هي ديانه ناس كتير جدا تعتنقها في روسيا بنسبه لا باس بها، بنسبه كبيره جدا قد تاتي في الديانه رقم 3 في روسيا. فالروسيين كلهم عارفين بالاسلام، الروسيين كلهم بيحترموا الاسلام وبيحترموا بقيه الديانات مش بس الاسلام. فهو ما عندوش اي عنصريه لا مع المسيحي ولا مع الملحد ولا مع المسلم. كل الديانات ديت اللي موجوده كلهم بيحترموها وما لهمش علاقه بيهم. فهم عندهم معلومه وبيحترموها، ومفيش حد بيتعنصر على التاني في موضوع الدين. اخبار روسيا ايه بعد الحرب؟ روسيا بعد الحرب بقى صعب جدا، يعني حصل كذا مره غلو في الاسعار، وبعد كده الاسعار نزلت تاني وثبتت، وبعد كده غليت، وبعد كده ثبتت، وبعد كده غليت، وبعد كده ثبتت. كل ما تيجي تثبت بتثبت على حاجه غاليه، يعني اغلى من لما كنا عليها قبل كده. حاليا مستقره، تعتبر برضو كويس، ما تعتبرش غاليه جدا، الناس قادره على المعيشه. ولكن الموضوع بقى اصعب. انا مش بقول لك الموضوع بقى اسهل، لا الموضوع بقى اصعب. يعني مثلا ال 10000 روبل او ال 15000 روبل اللي كانوا بيجيبوا لك الحاجات، دلوقتي ال 15000 ممكن يبقوا 17000 عشان يجيبوا لك نفس الحاجات بتاعت قبل كده. فدوت الحاجه الوحيده. وحصل طبعا مشاكل تانية بقى، حاجات طفيفه، يعني مثلا موضوع بيبسي وكوكاكولا بسبب الحرب وكده ما بقوش يخشوا روسيا، فبقوا بيخشوا من دول تانية مجاوره عن طريق كازاخستان او اوزبكستان، او بيجوا تصدير من دول تانية. لكن من كوكاكولا او من بيبسي او من الشركات ديت لروسيا على طول ما بقاش فيه، بقوا بيجوا من دول تانية بس. فدي تعتبر من يعني المشاكل اللي حصلت من وقت الحرب. ولكن امن والناس، مفيش حد هنا بيتاذى، مفيش طالب عنده مشكله في موضوع الحرب. حصلت مشكله في موضوع التحويلات ولكن برضه ليها حل. فكل حاجه بتحصل مشكله بيوجدوا لها حل حتى لو بشكل مؤقت. الحل دوت ممكن يتوقف ويرجع يشوفوا حل تاني، حل بديل وهكذا. ولكن الموضوع لحد الان مستقر، مفيش اي مشاكل، الدنيا مش ماشيه كويس زي الاول ولكنها ماشيه الحمد لله. تقريبا كده احنا غطينا معظم الجوانب عن روسيا والدراسه فيها بشكل عام. ان شاء الله الفيديوهات الجايه ازاي تقدم بنفسك للجامعه، ازاي تعيش في روسيا، ازاي تحول، ازاي تاكل وتشرب، تجيب اكلك منين، كل حاجه عن روسيا ان شاء الله هيكون في سلسله كامله عن روسيا. اطلعي بقى.
وبس يا سيدي كده تكون حلقتنا خلصت النهارده الحمد لله. لو الحلقه عجبتك ما تنساش لايك وسبسكرايب. ما تنساش لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتقول لي في رايك في الكومنتات. ولو عايز اي فيديو عن روسيا ان شاء الله الفتره اللي جايه هنعمل سلسله كبيره جدا، اكتبوا تحت في الكومنتات. عندك اي سؤال او اي استفسار اكتبوا تحت في الكومنتات ان شاء الله ارد عليك. وبس يا سيدي، ولا هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. انا مبسوط ان انا شفتكم النهارده مع اني ما شفتكوش، بس انا مبسوط ان انا طلعت معاكم، وان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى كلها فيديوهات ضرب نار. بس يا سيدي السلام عليكم وفي امان الله. سافرت جدعي وطن عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. وإن تغرب ذاك عز كالذهب.